بتعاني ان مفيش هدف او مفيش حافز بيحركك، حاسس ان مفيش حاجه تقومك من مكانك او تخليك تعمل الحاجه اللي انت متاكد انها هتنجحك، مش عارف تقوم تخلص اللي وراك او اللي هيخليك شخص انجح في حياتك بشكل عام. الحل دايما في العقليه. عن طريق تجربتي في حياتي اللي لسه بتبدأ، وعن طريق مراقبة ومشاهدة أي شخص بينجح نجاح حقيقي، لاحظت إن أي حد عمل تحول كبير في حياته أو عمل نقلة أو اتغير من شخص مش ناجح لشخص ناجح، كان في سبيل وحيد بس لأن هو يوصل للمرحلة دي، ومش هيعترف بيه غير الشخص الصادق بجد، وهو إن هو غير عقليته تجاه كل حاجة تقريبا حواليه. ولكن أول حاجة بيبدأ يغير تفكيره تجاهها هي نفسه، وبناء على ذلك بتبدأ تتغير تصرفاته. في ناس بتبدأ تتخيل إنها بقت محور الكون وانها تستحق دايما الافضل حتى لو ما قدمتش حاجه في مقابل الافضل ده. على قد ما العقليه دي ليها تبعات سلبيه كتير من تدمير علاقات وغيره، على قد ما هي بتنجح في تطوير شخصيه البني ادم ده وتخليه ناجح بمعايير الدنيا. وقيس على كده تغييرات كتير في العقليه وطريقه التفكير. ولكن بالنسبه لك حتى طريقه التفكير دي ممكن تكسل عنها او ما تشوفش هدف لانك تغير طريقه تفكيرك ليها. عشان كده انا جيت لك النهارده بعقليه وطريقه تفكير واحده بس هتفتح لنا سلسله من عقليات وطرق التفكير في مشوارنا لتهذيب وتطوير النفس. فاستعد لحاجة قيمة جدا جاية في الطريق، ومش مجرد نصايح مباشرة وخلاص. هنتناقش ونتكلم ونفكر مع بعض في عقليات ممكن نتبعها وهل ممكن تنجح فعلا ولا لا. بس عقلية النهاردة انا جربتها بنفسي، ولو جيت شفت هتلاقي ان ليها اساس ديني بالفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عقلية النهاردة بتقول ان الوقت كده كده هيعدي، وتكملتها هي انك لازم تعمل احسن حاجة عندك في الوقت ده، وده اللي يعرف في الدين باسم واجب الوقت. يعني ايه بقى واجب الوقت اللي كنت ذكرته في كذا فيديو قبل كده؟ واجب الوقت يعني الساعة اللي انت عايشها دلوقتي دي مفروض تكون بتعمل فيها ايه. وقت الصلاة مفروض تكون بتصلي، وقت المذاكرة مفروض تكون بتذاكر، ولو قاعد مع اهلك فهو ده وقت القعدة مع اهلك. وحتى وقت الترفيه بصور مباحة لازم تكون قاعد بترفع عن نفسك فيه. لكن على الجانب الآخر احنا حاليا بنعمل عكس كده بالظبط. جيلنا أكبر مشكلة عنده إن بقى بيعمل كل حاجة في غير وقتها. عايز أطور من نفسي في وقت الامتحانات، وقاعد بلعب في وقت الصلاة، وافتكرت الصلاة اللي كنت المفروض أصليها من نص ساعة في وقت المذاكرة. دي طريقة هروب من المخ عشان يتملص من المسؤولية ويعمل أي حاجة غير اللي المفروض يكون بيعملها في الوقت ده. بس ده بالظبط اللي احنا عايزين نوصل للعكس بتاعه في اخر الفيديو. عايزين نفهم ان كل وقت مخصص كبلوك لحاجه معينه، وانت مجرب بنفسك وعارف لما بتمشي بالحب وبدون تخطيط حياتك بتبقى عامله ازاي. جرب تعيش يوم بجدول مهام ومواعيدها وتقرر تلتزم بيه قدر الامكان، وتاني يوم على طول تعيش يوم بدون اي تخطيط وشوف اللي هيحصل. هتلاقي ان اليوم اللي انت خططت ليه ما انجزتش كل اللي انت عايزه، وجايز تكون انجزت 60 او 70% من اللي كنت عايز تنجزه. انما لو قارنته باليوم اللي مش متخطط له وبصيت على الاثنين كويس هتلاقي فرق شاسع في الانجاز ما بين اليومين. بس السؤال المهم هنا هو ليه اليوم اللي متخطط له رغم ان في اخر اليوم ببقى حزين اني ما انجزتش كل اللي انا عايز انجزه، في الاخر بيفضل برضه احسن من اليوم العشوائي؟ ببساطه لان اليوم العشوائي هتلاقيك بتعمل اللي نفسك جايباك عليه فيه. يعني نفسك بتقول لك يلا نقوم نذاكر فهتقوم نذاكر، يلا نلعب فيلا نقوم نلعب، وغالبا بنسبه 90% هتقول لك يلا نقوم نلعب، وده اللي اسمه اتباع الهوى مش العقل خالص. وده بالظبط عكس فكره واجب الوقت. طب انا دلوقتي فهمت ان انا لازم انظم يومي وقتي وما امشيش عشوائي، ايه علاقه ده بقى بان الوقت كده كده هيعدي؟ لما تفهم ان اللحظه اللي انت عايشها دلوقتي كده كده هتعدي، وان الحياه هتكمل ومش هتفضل طول حياتك عايش في فرحه او حزن، تبدا تلقائي تفرح كويس في اوقات الفرح وتاخد وقتك الطبيعي في لحظات الحزن. وفي كلا الحالتين تكون مدرك ان مفيش حاجه فيهم دايمه. وعشان اكون واقعي هضرب لك امثله من الواقع. احنا حاليا خلاص بنشطب الاجازه وايام قليله وترجع تاني المدارس والكليات، وطلبه ثانويه عامه بادئين بقالهم شهر ونص تقريبا. لكن عمرك ما فكرت ان الاجازه اللي بتخلص دي هتخلص زي ما خلصت اللي قبلها وهرجع للدراسه والدوامه دي تاني؟ شايفك يا جامد اللي بتقول ايوه فعلا انا قلت كده. بس ساعتها اكيد انت وقفت عند الخطوه دي ومعرفتش تعمل بعدها ايه. ساعتها يا صديقي المفروض تسال نفسك انا عايز اطلع بايه من الاجازه دي؟ لما اخلص الاجازه والاقي نفسي عامل كذا وكذا هكون راضي عن نفسي ومش هقول الاجازه ضاعت.
وساعتها تبدا تكتب انت عايز تعمل فيها ايه. وهنا بقى انا عايز اقول لك على مفاجاه، لانك مش هتعمل كل اللي انت قلت انك عايز تعمله في الاجازه دي، ولكن لو قارنتها بالاجازات اللي عدت عليك قبل كده واللي كنت عايش فيها اليوم بيوم والكلام على ايه النهارده، هتلاقيها انها من انجح اجازاتك وحققت فيها حاجات كتير جدا. ويمكن يكون من اهمها انك شحنت طاقتك وبقيت قادر تخش السنه الجديده فايق، رغم ان احنا لسه قايلين انك مخلصتش فيها كل اللي انت عايز تخلصه وزعلان. بس الناصح فعلا اللي هيبص للاجازه بالنظره دي وهيعرف هو عمل اللي عليه فيها ولا لا. ولكن هنا انا ضربت مثال فقط لا غير، ولكن العقليه دي ممكن تطبقها على اي فتره في حياتك. ويعني عشان اكون اكتر واقعيه كمان، فانا هطبق العقليه دي على الدراسه اللي احنا داخلين عليها. فانا حابب الفت نظرك ان واجب وقتك في الفتره اللي جايه هيكون فيه مذاكره واللي ما كانتش موجوده في الاجازه. ومعنى انها في واجب وقتك فانت لازم تلتزم بالقدر اللي يوصلك للي انت عايزه واللي تقدر عليه من المذاكره. وعشان نحط ستاندرد او حاجه ثابته لينا كلنا، هنقول ان القدر الكافي من المذاكره مثلا هو اللي هيخلينا نيجي بعد ما الدراسه تخلص ونقول ان احنا مش ندمانين او ما كناش نقدر نعمل اكتر من كده. ولو حبينا نوسع النطاق خالص بالنسبه للعقليه دي، فهنفهم ان كده كده هيجي لنا يوم وهنموت، فهنستغل كل يوم من حياتنا صح ونخطط له عشان ما يجيش يوم من الايام نندم عليه ونقول يا ريتنا. فهنبدا نتعامل على اساس ان المرحله اللي هتعدي مش هترجع تاني، وان في واجب لو ما عملتوش دلوقتي ودلوقتي بس هتندم عليه اشد الندم. ساعتها بس هتعرف تلتزم وتبدا تتخلص من مشكله التسويف وكل المشاكل اللي مزعلك دي. بس لو حابين نسقط العقليه دي على طلبه ثانويه عامه واللي هم معظم متابعين القناه، واللي بالمناسبه العقليه دي هتفرق معاهم جدا على مدار السنه وعلى المدى البعيد، هنقول ان الدرس اللي انت اخدته النهارده وكذلك الواجب بتاعه لازم يخلصوا في وقتهم، ومفيش حاجه طبعا اسمها مراكمه، ومش هتسمح لنفسك اساسا بحاجه زي كده. واخر السنه هتنسى حاجه اسمها ندم، وعمرك ما هتيجي تقول يا ريتني شديت شويه كمان او ذاكرت زياده كمان زي ما ناس قالت وزي ما ناس هتقول السنه دي. وهتلاقي دايما ان المراجعه سهله عليك عن زمايلك، ودايما ثقتك عاليه عشان دايما عامل اللي عليك، وعارف طالما انك عامل اللي عليك في اللحظه الحاليه فانت مش محتاج تبص للماضي ولا المستقبل البعيد. وساعتها هتدرك ان ما كانش بالامكان افضل مما كان، وهيغمرك السعاده والسكينه والرضا اثناء استقبال النتيجه. وده هينعكس على بقيه حياتك، وانك دايما هتبقى عامل اللي عليك ومستني كرم ربنا مش اكتر ولا اقل. ولو حبينا نصيغ العقليه دي في جمله واحده بس، فانا شايف انها ممكن تكون الوقت كده كده هيعدي، فاعمل اللي عليك في اللحظه الحاليه بحيث انك تبقى فخور باللي عملته دايما. واخيرا حابب اقول لك ان سنه 2025 هتعدي زي غيرها، وهتيجي 2026 وتقول دي بتاعتي خلاص. بس الحقيقه بتقول ان مفيش حاجه اسمها السنه دي بتاعتي. مفيش حد بينجح في حاجه من مجهود يوم وليله بس. النجاح الحقيقي بيبقى نتاج تعب ومجهود متراكم على مدار الوقت والسنين. اجتهد واعمل اللي عليك في اللحظه الحاليه وبس، واستنى الكرم والعطاء من ربنا. طبق العقليه دي في حياتك وعلى اي فتره انت بتمر بيها. لو انت بتمر بمرحله ارتفاع مستوى في اي حاجه في حياتك فانت مسؤول عن انك تحافظ عليه. اما لو بتمر بمرحله انخفاض مستوى في اي حاجه في حياتك فمسؤوليتك انك تطور من نفسك وتحسن نفسك في النقطه دي. ساعتها بس عمرك ما هتحس بندم تجاه اي حاجه في حياتك. في الختام حابب اعمل لك اختبار سريع عشان اشوفك كنت مركز معايا على مدار الفيديو ولا لا. لو لسه فاكر الحديث اللي قلته عن ارتباط الدين بالعقليه دي فتقدر تسيبه في كومنت تحت، واثبت انك من الناس الكويسه اللي بتكمل الفيديو للاخر عشان تستفيد بجد. واذا استفدت من الفيديو النهارده باي حاجه بسيطه فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. تستنى باقي الفيديوهات في السلسله دي في الفتره اللي جايه عشان هتستفيد منها اكتر واكتر كمان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.